في النقابه الوطنيه للصحفيين، تساند في اضراب الصحفيين. لو كان تعطينا لمحه كيفاش راسك من سلسله اضراب الصحفيين، وشنو هو المطالب اللي هبطت وخلات، شنو المطالب اللي خلات سيف ميسر سلسله يهبط ويساند الصحفيين؟ انا وجودي في النقابه وجود طبيعي، دفاعا عن حريه الكلمه وحريه التعبير، دفاعا عن خط التحرير المستقل للاعلاميين والاعلاميات، دفاعا عن المؤسسات، دفاعا عن الاعلام العمومي. انا جيت كعضو مجلس وطني تاسيسي وجيت كقيادي في حركه حزب حركه نداء تونس باش نعبروا على مساندتنا المطلقه للاعلام الحر والمتعدد، ونحب نبعث برساله واضحه وقويه للحكومه. هناك محاولة تمرير لوجوه تجمعية كرهها الشعب. إذا كان نحكيو اليوم سيف ميسر سيلة في نداء تونس، نظرة الشعب لنداء تونس هو التجمع. اليوم إذا نراو الإعلام يخدم نداء تونس 1000%، نقولوا زاد كيف إنه الإعلام قاعد يعرقل في المسار الثوري في تونس. شنو رأيك في هذا؟ أنا ما أعتقدش. أولا صحح لك اللي نداء تونس ماهوش في نظر الشعب التونسي، لا عندك لا أنا المعيار بتاع الشعب التونسي. المعيار الوحيد للشعب التونسي هي الانتخابات المقبلة، وقت اللي يختار في انتخابات نزيهة حرة متوفرت لها كل شروط النزاهة.